يا مساء الخير عليكم، سيزون جديد، سيشن جديدة وحلقة جديدة. بودكاست فري ثيرابي. بقي نسكافيه ويلا بينا. لسه مكملين في سلسلة امتى اروح لثيرابيست يحل مشكلتي. الحقيقة ان الحلقة دي تحديدا للبنات، بس لو في رجالة حابة تتفرج مفيش مشكلة. هكون ممتنة جدا لو بتحاول تفهم دماغنا، ولو اننا احنا نفسنا مش فاهمين، بس تمام. عارفة لما بعد تفكير طويل تقرري انك اخيرا تروحي لثيرابيست ست، على اعتبار انها تبقى فاهماكي اكتر من الراجل، تدخلي تقولي لها بصوت عالي: انا تعبت، مش قادرة ابقى سوبر وومن. وهو ده الموضوع. سوبر وومن او المرأة المثالية، الحقيقة ده مصطلح موجود معانا بقاله شوية، بس ناس كتير فاهماه غلط، وناس كتير بتسيء تصرف فكرة السوبر وومن. فتعالوا واحدة واحدة كده نصلح وجهة النظر دي. اولا، يعني ايه سوبر وومن؟ او مين هي السوبر وومن؟ بعض الناس شايفة ان السوبر وومن دي ست على الحياة العملية، هي ناجحة جدا، بتشتغل في كارير بقالها سنين، هي من القليلين قوي المميزين فيه، مديرة بدرجة قائد، قدرت في وقت قصير انها تبقى مصدر الهام لموظفين كتير حواليها، بقت رول موديل لبنات كتير لسه بتبدأ في الكارير ده. يعني من الاخر كده هي ناجحة جدا في الشغل. ولو على الحياة الشخصية فهي ناجحة جدا برضو، زوجة هايلة، أم عظيمة، قدرت تعمل بيت مستقر وناجح. يعني ظاهريا بالنسبة للناس الست دي سوبر وومن. بصراحة شخصية زي دي مش بتتكرر كتير، أو مش موجودة أصلا. قليل قوي لما تلاقي ست ناجحة في كل الأصعدة. وكلمة سوبر وومن دي بالذات بقت عبء وحمل على أي ست تانية عادية شايفة إنها لازم تعمل كل ده عشان تبقى ناجحة، لدرجة إن هي بقت تجري في الحياة ناقص تطير كمان عشان تبقى السوبر وومن. تعالوا كده نتكلم في كام نموذج يمكن يوضحوا لنا الصورة شوية. أول قصة: ست مش بتشتغل، اختارت إنها تبقى أم وزوجة وبس. كأم هي أم هايلة، وزنت بين إنها تطلع أطفال أسوياء ناجحين جدا في دراستهم، بيعملوا الحاجة اللي بيحبوها، ولما يكبروا هيشتغلوا الشغل اللي بيحبوه مش اللي اتفرض عليهم، وفي نفس الوقت مصاحباهم، قدرت تنزل لجيلهم ومشاكلهم، قادرة تبقى البيست فريند بتاعتهم وما يدوروش على أصحاب من بره. أما كزوجة فبرضو زوجة ناجحة جدا، زوجة وحبيبة، قادرة تعمل بيت دافي مستقر، في ناس بتحب بعض بجد وبيحبوا يقضوا وقت مع بعض. هل دي مش سوبر وومن؟ لمجرد انها قبلت انها يبقى دورها في بيتها زوجة وام وبس، لمجرد انها ما اشتغلتش. على فكرة، انك قدرتي تطلعي جيل سوي في وسط جيل بشع زي اللي بنشوفه دلوقتي، فانتي السوبر وومن. انك قادرة تعلمي ولادك انهم ما يعملوش الغلط علشان خايفين ربنا مش خايفين منك، فانتي سوبر وومن. انك قدرتي تخلقي بيت دافي وسوي في وسط ان احنا كل يوم بنسمع مشاكل بشعة عن ان الاب والام بقوا هما مصدر خوف ورعب للولاد، فانتي حقيقي عظيمة. خدي بقين نسكافيه وروقي على نفسك. تاني قصة: واحدة لسه ما اتجوزتش، عايشة لوحدها بعد ما اهلها راحوا، شغالة شغل تقليدي من 9 ل5، هي بنسبة كبيرة مجبرة عليه، صحابها قليلين، عندها شوية أزمات نفسية عنب، اللي انت عايزه بقى، اكتئاب على تروما على انكزايتي على اضطراب معرفش ايه، يعني زبونة جدا لأي ثيرابيست. واحدة واحدة قدرت تتعافى من كل الانتكاسات اللي حصلت لها، قدرت تدور على شغل تاني شبهها وبتحبه، قدرت تختار الحياة اللي هي عايزاها وعاشتها. هل دي مش سوبر وومن؟ للأسف محدش بيشوف صراعاتك مع نفسك، محدش بيشوفك وانتي بتعيطي كل ليلة وتصحي الصبح فول ميك اب تروحي شغلك عادي جدا، محدش بيشوف ال90 مرة اللي بتفشلي وتحبطي فيهم، بس بيشوفوا الديل الجامد اللي انتي قفلتيه في الآخر. مش بيشوفوا تجاربك الكتير قوي الفاشلة، بس بيحسدوكي لما في الآخر يبقى معاكي حد كويس وبيحبك. كل الكلاكيع واللخبطة اللي في دماغك دي في دماغك انتي وبس، محدش بيشوفها غيرك. هما بس بيشوفوا الكلام المترتب اللي طالع منك، كأن دماغك مترتبة زي كلامك.
فأنتي حقيقي سوبر وومن. يكفي إنك بتعدي في وقت صعب لوحدك ومحدش حاسس بيكي، بس أنا حاسة بيكي. مشكلة السوبر وومن إن الناس فاكراها مرأة حديدية، ما بتحسش، ما عندهاش لا مشاعر ولا عاطفة، واخدة الحياة جد قوي زيادة عن اللزوم. مع إن معظم الناس اللي بتبقى جد في حياتها بتبقى هشة جدا وضعيفة جدا من جوه، أي كلمة تجرحها وتأثر فيها. ويبقى السؤال الأهم، مين اللي فرض علينا كبنات وستات إن إحنا لازم نبقى سوبر وومن أو strong independent woman؟ سبب من المجتمع وسبب منك انتي اللي ساعات بتحطي نفسك في قالب كبير عليكي شوية، بتجبري نفسك إنك لازم تبقي قوية حتى في عز ضعفك. مينفعش حد يشوفك ضعيفة، مينفعش حد يشوفك بتعيطي، مينفعش تطلعي كل مشاعرك قدام أي حد عشان ما يستغلهاش ضدك. وللأسف بنات كتير حطت نفسها في القالب ده من بعد ما بقى عادي إن الراجل يقعد في البيت ما يشتغلش والست اللي تصرف عليه. المجتمع اللي خلى الراجل والست يتشاركوا في مصاريف البيت، ما انتي بتشتغلي زيك زيه. طب ده معناه ان هو هيساعد في شغل البيت؟ لا طبعا. انا الراجل. زهقنا بقى، زهقنا من الكلام ده. ومش بتكلم بلسان الفيمينست، مع ان عادي جدا ان نتكلم عن بني جنسي يعني، بس ده اللي حاصل الفترة اللي فاتت. احنا كبنات للأسف موجودين في مجتمع بيجبرك انك لازم تموتي البنت اللي جواكي عشان تعرفي تتعاملي مع الجنس الآخر وكأنك راجل زيه، عشان من الآخر ولا يتقالك كلمة ولا بصة تضايقك. الغريبة بقى اننا لما بنعمل كده ونموت البنت اللي جوانا بيقولوا علينا مسترجلين وفين الأنوثة. ما هو ده مش من فراغ. وانا هنا مش بعمم ومش بقول ان كل الناس كده، بس للأسف نسبة كبيرة جدا من المجتمع بقت كده. مش هغوط اكتر في القصة دي لان انا نفسي بتضايق. السوشيال ميديا مؤخرا بقت كلها مادة خام للقضايا اللي من النوعية دي، يعني مواد للاكتئاب. فاحنا لحد امتى هيفضل ده محتوانا يعني؟ ربنا يهدي. سؤال، اعمل ايه علشان اوزن حياتي وما اضغطش على نفسي؟ ما تجيش على نفسك، اعملي اللي تقدري عليه. ما تحطيش نفسك في حاجة اكبر منك وصعب عليكي عشان تثبتي لحد انك قوية او سوبر وومن. احنا مش عايشين في الدنيا عشان نثبت لحد حاجة، واللي شايفك بصورة هيفضل شايفك بيها. احنا مش هنغير وجهة نظر الكون، بس نقدر نغير تفكيرنا احنا. انتي مش لازم تبقي وزيرة او سفيرة عشان تحسي انك ناجحة ومؤثرة في حياة اللي حواليكي. على فكرة، لو حد واحد في الدنيا دي قدرتي تبقي سبب انه يفرح او يطمن او يرتاح، فانتي مؤثرة. صدقت في الكلام ده اكتر بعد ما عملت البودكاست، حتى لو مش متشاف كتير، لو مفيش عليه اقبال من ناس كتير، بس مجرد ان تجيلي رسالة من حد انا معرفوش يقولي ان الكلام اللي بتقوليه ده انا عشته، كلامك اثر فيا وانا بقيت احسن، ده بالدنيا عندي. حبيبتي، انتي لو عملت صينية مكرونة بشاميل في البيت وكلتوها وعجبتكوا واتبسطتوا فانتي سوبر وومن والله. وفي النهاية حابة أقولك شدي الفيشة. It's time to relax. حلو إنك تنجحي وتشتغلي وتحققي ذاتك، بس ما تنسيش إن أهم إنجاز تحققيه لنفسك إنك تبقي شخص أهدى وسوي نفسيا. ابعدي عن أي حد ممكن يعكر مزاجك لو بإيدك تبعدي عنه. ما تسيبيش حد يقلل منك ولا يحسسك إن اللي بتعمليه ملوش قيمة. ما تسيبيش حد يعقدك ولا يخنقك في حياتك. صدقيني، انتي مش لازم تعملي مجهود كبير قوي عشان تبقي ناجحة، مش لازم تبقي بتطيري عشان تبقي سوبر وومن. وحاجة أخيرة بقى بينا إحنا كبنات، ياريت نرجع فكرة الجيرلز تو جيرلز وما تبقاش عدوة المرأة نفسها. بقين نسكافيه. يلا على آخر جزء في الحلقة، رواية هبتة. لو عايزين تاخدوا سكرين شوت أوكي. الحقيقة إن أنا قريت الرواية قبل ما أتفرج على الفيلم، انبهرت بالرواية، أثرت فيها جدا وعجبتني جدا. وبعد كده شفت الفيلم حلو، بس سحر القراية ليه طعم تاني خالص عن ان انت تتفرج على حاجة قدامك. هقرا لكم كوت صغيرة من الكتاب ونتكلم فيها مع بعض. يلا. قيل فيما مضى أن الحب عادة ما يصاحبه الألم، لم يعرفوا أن البشر هم الجناه. وللأسف دي حقيقة. احنا البني آدمين اللي مسؤولين عن كل حاجة. انت المسؤول انك تخلي حاجة معينة سيئة أو إيجابية في عين بقية الناس. هي البنت اللي اتعقدت من الحب والجواز هي عرفت مليون واحد؟ هو واحد بس كان بالمليون قدر يعقدها ويخليها تقفل باب الحب والجواز ده تماما. فللأسف احنا البني آدمين اللي مسؤولين عن كل ده.
فياريت نبقى بني ادمين احسن واصلح في الدنيا، عشان على الاقل نفيد الاجيال اللي جايه بعدنا، ما نبقاش بوظنا كله. خلصت الحلقه دي مميزه ومختلفه جدا بالنسبه لي، لاني بخاطب البنات دايركت. يمكن نتغير ويمكن نهدى شويه على نفسنا. كنت مبسوطه جدا بالحلقه دي، اتمنى تبقوا انتوا كمان مبسوطين بيها. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على تشانل يوتيوب. اللي حابب يسمع الحلقه اوديو هيلاقي لينك سبوتيفاي في الديسكريبشن تحت. كمان هتلاقوا لينك الفيسبوك والانستجرام تشوفوا ريلز اللي بتنزل كل اسبوع. في حاجه تانية كمان، فري ثيرابي ما بقاش بس بودكاست، العيله كبرت وبقى براند كاندلز. بعمل دعايه لنفسي كده من تحت لتحت. هسيب لكم كمان اللينك في الديسكريبشن، ابقوا خشوا واعملوا فولو البيج واستنوا الجديد اللي هينزل. كنت معاكم انا منى السيد، بودكاست فري ثيرابي. تصبحوا على خير وهتوحشوني قوي.